سلسلة أفلام كريد هي الثلاثية المفضلة ليا من الأفلام في الفترة الحالية، فتعالوا نرتب الثلاث أفلام الموجودين في السلسلة من الأسوأ للأحسن. وأهلا بيكم في فيلم فليكس، القناة بنتكلم فيها عن الأفلام والمسلسلات والسينما. اتكلمت الفترة الأخيرة عن فيلم كريد 3 وراجعته اوريدي واتكلمت عنه وقد ايه هو كان فيلم رائع جدا وادى تغيير للسلسلة من نواحي كتير. عمل موفينج اون من الشخصيات القديمة، ابتدى يمهد لشخصيات جديدة، وادى دوني كاركتر ارك وتطور شخصية جديد جدا. فهحط لكم الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن الفيلم في الديسكريبشن، لكن النهارده هتكلم عن 3 افلام كريد. هرتبهم من الأسوأ للأحسن وهتكلم عن مين المفضل عندي في السلسلة. بس السلسلة الصراحة أو الثلاثية دي كلها أفلام جميلة جدا، فمعنى إن فيلم في الآخر مش معنى إن هو سيء خالص، لكن معناه إن هو الاتنين التانيين أحلى منه شوية. لكن السلسلة دي محببة إلى قلبي، حبيتها جدا لما اتفرجت عليها تحضيرا لكريد 3. وانبسطت فعلا منها. فاكتبوا لي انتوا في الكومنتات ترتيبكم لل3 أفلام دول. لو كمان اتفرجتوا على أفلام روكي، اكتبوا لي ترتيبكم ليها مع ال3 أفلام دول. ومن غير مقدمات كتير، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. في المرتبة الثالثة معانا فيلم كريد 2. فيلم كريد 2 رائع جدا. انبسطت من الحاجات اللي عملها لشخصية دوني بشكل كبير، والحاجات اللي علّى عليها من الفيلم الأولاني. من الحاجات دي التطور بتاع شخصية دوني في الفيلم ده. دوني هنا بيبقى أب وبيجرب تجربة إن هو مراته تحمل ويحصل على بيبي جديد، ورؤية ده في الفيلم ورؤية دوني وهو بيحضر الموضوع وهو بيتعامل مع الموضوع كانت حاجة لطيفة جدا ودافية جدا، وانبسطت منها وحسيت انها حقيقية وحلوة جدا. بالذات انها كانت بتدي حاجة جديدة للشخصية دي. وعلاقته بمراته وبأهله في الفيلم ده بتبقى حلوة جدا الصراحة، بتبقى أحسن ما هي عليه في ال3 أفلام. شخصية كمان تيسا تومسون بتبقى حلوة في الفيلم ده، وهي كمان بيكون ليها أرك مخصصة ليها بتكون برضو حلوة وممتعة. كمان بنشوف منافسين أو أشرار بيرجعوا من أفلام روكي وبيجوا هنا الفيلم بيعملوا حاجات مختلفة جدا. وشخصية دراجو ابنه وهو عملوا برضه arc حلوة لدوني، مع إن الموضوع بالنسبة لي كان مش أفضل حاجة، لإن إحنا هنا ما كناش مركّزين أصلًا أوي على الموضوع ده بيمثّل إيه لدوني نَفْسه. يعني هُم الراجل ده هو اللي تسبّب في موت أبوه، لكن لمّا رجعوا تاني نَفْسهم الmotivation بتاعهم كان غريب جدًا. لكن أشرار نَفْسهم وحتى المنافس اللي هو أيفن كان حلو جدًا برضه وله arc من نَفْسه. فدي كانت حاجة كويسة إن إحنا في أفلام في السلسلة كلّها ككُل، مش ال3 أفلام دول بس بيكون فيهم أشرار ما لهمش arc أوي، لكن الشرير ده كان ليه تطوّر وقصّة. الفيلم تحفة، لكن بس المشكلة الوحيدة إن الmotivation والحافز الأساسي بتاع الأشرار الأساسية مش قادر كنت أفهم إيه علاقته بدوني. في المرتبة التانية معانا فيلم كريد، فيلم مثالي من نواحي كتيرة جدًا. بياخد قصة البوكسنج والرياضة دي عامةً، وبيبتدي إن هو يعمل لها بناء بشكل أحسن بكتير، وبشكل أقوى بكتير من أفلام كتيرة شُفناها عن الموضوع ده. بياخد الحاجات اللي كانت في أول فيلم روكي وبيحسّن عليها وبيخلّيها حلوة جدًا وممتعة جدًا، وفيلم تحس كده إن هو طبيعي وحقيقي. تحب الشخصيات اللي فيه أوي، تحب شخصية دوني كنا بنشوفها لأول مرّة، قد إيه هو شخصية متواضعة، شخصية مُحِبّة للمنافسة ومُحِبّة لإن هو يبني نَفْسه بنَفْسه من غير مساعدة شهرة أبوه، من غير مساعدة فلوس أبوه. راح يبني نَفْسه بنَفْسه، وتفاعلاته مع كل الشخصيات كانت شكلها حقيقية، والchemistry أصلًا ما بين كل الشخصيات والممثلين كانت حاجة رائعة جدًا في الفيلم ده. علاقته ما بينه وما بين روكي اللي بتكون ليها علاقة بعلاقته بأبوه بتكون حاجة ممتعة جدًا، علاقة أبوية رائعة. علاقته ببيانكا أول مرّة بيشوفوا بعض وبيتعاملوا مع بعض كانت حلوة جدًا وحقيقية جدًا. فيلم بتبقى متوقع هينتهي على إيه، بس الرحلة كلّها اللي بنبقى ماشيين فيها بتبقى رحلة رائعة جدًا في استكشاف الشخصية دي واستكشاف الmotivations بتاعتها والarc بتاعتها حاجة رائعة جدًا. غير برضه إن أنا كنت حابب إزاي إن هُم بيتكلّموا عن الحاجات القديمة، الشخصيات القديمة اللي بتبقى ليها دور كبير جدًا في السلسلة، وبيبنوا شخصيات أجدد كمان، يعني بيتعاملوا مع الاتنين مع بعض بشكل كويس. الlegacy characters أو الشخصيات اللي ليها علاقة بالأفلام القديمة بيعملوها بشكل كويس، مع إن هُم بيدّوا حق للشخصيات الجديدة كمان، فدي من أفضل الحاجات اللي في الفيلم ده، وأنا الصراحة باحبه من أفلامي المفضلة.
لكن في المرتبة الأولى وحاليا هو كريد 3. أنا الصراحة مش عارف، يعني ممكن أبدله مكان كريد، يعني ممكن الاتنين يتبدلوا فترات طويلة جدا، لكن لحد دلوقتي فيلم كريد 3 بالنسبة لي هو المرتبة الأولى في الثلاثية. ليه؟ لأسباب كتيرة جدا. أول حاجة إن الفيلم ده عمل حاجة مختلفة بشكل كبير عن الأفلام كلها. ادى لدوني كاركتر ارك او تطور شخصية مختلف له علاقة بحاجة من ماضيه هو، مش ماضي ابوه، مش ماضي روكي. بيديله حتى كمان كونفليكت او معضلة جديدة، وهو اب دلوقتي محتاج يراعي بنته، محتاج يتعامل معاها بشكل كويس ويخلي باله على الحاجات اللي بيرويها لها بيقولها لها. الحاجات دي كلها تعاملاته مع مراته، بيحاول ان هو يخلي علاقته بيها مستقرة، علاقته بمامته. والتاريخ بتاعه عامة ازاي ما أثر عليه دلوقتي، كانت من أفضل الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها. شوفنا كمان شرير من أفضل أشرار السلسلة، وهو ديمين أندرسون بيلعب دور جوناثان ميجرز. جوناثان ميجرز بيعمل شغل كويس جدا في الدور ده، وبيتقمص الشخصية بشكل كبير جدا. وصراحة أعتقد إن هو أداؤه التمثيلي من أفضل أداءات السلسلة، لأن هو بيرويك شخصية مؤمنة باللي هي بتعمله، فاكر إن هو صح وعارف إن هو الحاجة اللي هياخدها دي هي حقه. وعامة الشرير ده ان هو له علاقة بماضي دوني، فدي حاجة عامة جديدة. غير طبعا الكوريوجرافي الرهيبة بتاعت الفيلم ده، او المشاهد المنافسة والمعارك اللي موجودة في الفيلم ده، اللي بتبقى مقتبسة من انمي زي ما مايكل بي جوردن قال. فالموضوع حلو جدا، وبالنسبة ان ده اول فيلم يخرجه مايكل بي جوردن، فهو عمل شغل كويس جدا. المشاهد شكلها رائع جدا، وبتلعب على الحتة الحساسة عند كل شخصية، وايه نقطة الضعف اللي عند كل شخصية، المشكلة واللي مرت بيها زمان، والنقطة الضعف اللي كانت موجودة عندها. مشاهد المنافسة بتبقى رائعة جدا، في مشاهد من السينماتوجرافي بتبقى حلوة جدا. فالفيلم من النواحي دي اللي هي الفيلم ميكنج والناحية التكنيكال بيبقى حلو جدا، وأفضل حاجة في السلسلة. بس فده ترتيبي ليه 3 افلام كريد. انتوا كمان اكتبوا لي الترتيب بتاعكم وكلموني كده عن رايكم في الافلام، ايه اللي عجبكم فيهم، ايه اللي مش بيعجبكم فيهم، الحاجات دي كلها، ونفتح مناقشه كده في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي لو عايزين اتكلم عن حاجه معينه في المستقبل، فيلم او مسلسل. وسلام.